هنعمل السردين بطريقة كده هتخليه يقعد فترة معانا، يعني ما يملح، من غير ما يملح، وكمان هيبقى كده زي الزبدة، ويعني حاجة كده ولا اروع. يخليكي ما تشتروش من بره تاني ابدا. كل حاجة بتتعمل في البيت بنظافة دي احسن حاجة. يعني انا عن نفسي ما باكلوش من بره ابدا. الحاجات دي ما بشتريهاش من بره، لازم بعملها في البيت، يا اما مش باكلها صراحة. تمام. جبت السردين كده الطازج اللي هو الفريش الجميل معانا دوت، غسلته كويس قوي وصفيته في المصفى فترة كبيرة، وبعدين حطيته على حتة كده نظيفة او على مناديل مطبخ، وابدأ ان انا اجففه وهسيبه كده ساعة ساعتين ينشف في الهواء. يعني مش هاجي جنبه خالص، غير بس اقلبه كده وانشفه تاني ينشف كده في الهواء معايا. وهروح بقى على التتبيلة الرائعة بتاعتنا. معايا ملح الخشن، ملح البحر، حطيت عليه شوية من الكركم، شوية من البابريكا، وقلبته كده بالشكل ده. ونزلت على السردين بعد ما اتجفف كويس قوي، ما فيهوش ولا نقطة مية. وهبدأ ان انا احطه في برطمان بالشكل ده، او في علبة، يفضل في علبة، علشان انا هنا استخدمت البرطمان لان العلب عندي ما كانتش فاضية، فحطيت هنا في البرطمان بالشكل ده. هحطه بشكل طولي، وما بين كل رق وراق هحط الخليط بتاع الملح والشطة والبابريكا المدخنة او البابريكا العادي، بتدي لون احمر كده جميل للسردين بتاعنا. هنزل بقى كده بالكمية كلها بالشكل ده. هفرغ كل الهواء منه، وهبدأ ان انا يعني احط كل الكمية معايا بالشكل ده. معايا كده فلفل فريش او شطة سوداني، شرايح من الليمون. كمان هنزل كده بكمية كويسة قوي من الزيت، مش اقل من كوباية زيت. قفلت كده بستريتش رول بالشكل ده، وهقفل كويس قوي بالغطا كده. احطه بقى كده في صينية، في اي حاجة، طبق على قد البرطمان، وهبدأ ان انا كل يوم هقلبه بالشكل ده. يعني النهاردة قلبته كده، بكرة اقلبه الناحية التانية، علشان كل السردين بتاعي يتخلل كويس، يتملح كويس معايا. شايفين طلع بقى لونه عامل ازاي؟ اللون ده بسبب البابريكا، اللون الاحمر الجميل ده. هبدأ ان انا اخليه او اشفيه، وهقصه بالمقص كده، وهشيل طبعا سلسلة الظهر، هقصه بقى بالمقص وارصه في البرطمان تاني. وهنزل بقى بكمية زيت محترمة. كمية الزيت دي هتخليه يقعد معانا فترة يعني من غير ما يملح معانا. تمام. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا زبدة، يعني ما يقلش حاجة عن الفسيخ صراحة. نزلت كده في الطبق بتاعي. تاني يوم بقى حطيت معاه كمية زيت كويسة. تاني يوم فتحت عليه، سبته تمام. هحطه بقى كده في الطبق بالشكل ده للتقديم. يعني لو وصلتوا معايا لحد هنا بحبكم في الله. السلام عليكم.